الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الإسراف ممنوع شرعا، وقد قال الله تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقد قال العلامة محمد مولود رحمه الله: والسرف إن السرف عنه نهى الله تعالى وكفى، ولا يحب المسرفين كافي في كفك عن الإسراف. ومثل ذلك التبذير فهو حرام، وقد قال الله تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. والفرق بين الإسراف والتبذير أن الإسراف هو المبالغة فيما أصله جائز، والتبذير هو تبديد المال فيما لا يجوز. وأمثلة ذلك في واقعنا وحياتنا كثيرة، وبالأخص في الأعراس والمناسبات، فإن كثيرا من الناس يرمون نقودهم وينتهبها الناس، ويفسدون كثيرا من الطعام ومن المال ومن الوقت ومن من كل ما يملكون، وكل ذلك لا شك أنه سرف وتبذير، وهو حرام مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى، وضرره بين على الإنسان في الدنيا والآخرة. فهو مضر بالإنسان في الدنيا، لأن كل مناسبة حصل فيها ذلك قلما تستمر، بل لا بد أن يتحمل أهلها نفقات كثيرة وديونا، وبذلك لا تستمر هذه المناسبة، بل يقع الطلاق والمشكلات. ومثل ذلك أيضا الضرر على المال بفقده وإزالته في غير فائدة، والضرر على المجتمع بصعوبة الحلال فيه وتسهيل الحرام، وكذلك الضرر الأخروي. نسأل الله السلامة والعافية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشاد والسداد والصواب، وأن يمنعنا وإياكم من مخالفة أمره، وأن لا يجدنا وإياكم حيث نهانا، وأن لا يفقدنا وإياكم حيث أمرنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.